السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة. طبعا الشبح هذه سيارتي القديمة الأولية، فواقفة صار لها فترة. كنت لما أشغل أحس فيها تفتفة وهذا، فالظاهر إن البلاكات خلاص مكربنة، فبنفكها ونطلعها. طبعا بلاكات نظيفة أكيد، بس إنها كذا مكربنة، بنطلعها ننظفها، ننظفها بالكا أو بالصنفر الورق هذا، نغسلها بالW40 وبالبنزين، ونرد مرة ثانية نركبها ونشوف ايش راح يصير معانا. طبعا السيارة واقفة صار لها فترة، أكيد توايرها رايحة. شوف التواير شلون كثر الوقفة ومشققة خالصة رايحة. فراح نفك الغطاء ونفك ونشوف ايش راح يصير معانا. فكينا الغطاء، راح نفك 12 بلاك. طبعا هذه الكويلات حاطين لها اصبع، تدخل اصبعك وترفع، تدخل اصبعك وترفع، واحد واحد واحد. عندنا 12 بلاك، راح نفكهم ونشوف اذا صالحين، بس يبون تنظيف او يبون تبديل. خلنا نشوف، بس هذا اسهل شوي. بسم الله. بعيد هو البلاك مو قريب. يابسين من زمان مو مفتوحين. فكنا. طبعا راح نجيب الصبانة. هذه الصبانة نحط لها تيب على اساس ان البلاك ما يقعد داخل. اذا قعد عندنا المغناطيس، طلعهم فيه. يلا نبلش نفك الاول. طبعا فكيناه الحين خلاص الراخي هو الاول، هذا نفكه. بسم الله. شفت هذا وصل، هذا بلاك واحد. راح نفكهم اتباعا، نفصل الحين ونفكهم كلهم ونشوف شنو فيهم وننظفهم. في بعضهم ما يطلع. لحظة شوي، خلينا نفك الثاني ونشوف يطلع ولا لا. هذا طبعا ما طلع معانا، فنجيب المغناطيس نحطه داخل، نسحبه، يطلع البلاك معانا. شوف هذا المغناطيس يعني حيل مفيد. حتى لو في اسبانة طاحت او مفتاح طاح داخل، ندخله داخل، واذا ما توصله يسحبه لك. هذا خلينا نكمل نفكهم كلهم ونشوفهم. فكيناهم خلاص. تعرفون هذه 600 السوداء وقفت عند 600 الشبح، خلاص راح توقف مدى الحياة. طبعا فكينا البلاكات وانا ماني شايف فيها شيء، بس فيها تنظيف شيء بسيط ما شاء الله. حتى الشمعة مالتها ما، بس شوف مكربنة حيل. فنحاول ننظفها من برا ومن داخل. هني في الصنفرة هذه عندنا. طبعا انت ما تحتاج شيء يعني، وقت الفك ما تحتاج، بس تبي هذول تداوم رايح. نحطها فوق، هذه نحطها فوق برضه. وهذه الأصلية مالتها، هذه الأصلية تفتح البلاكات. تحتاج إلى كاغذ، اللي نسميه كاغذ صنفرة، هذه ورق الصنفرة. تحتاج W40 وبنزين نحتاج، أو إذا ما عندك W40 تنظفها بالبترول، احنا نسميه البنزين. فكيناهم كلهم الحمد لله. أهم شيء هذول ما تقطعوا لأن من زمان،
والنقطة الثانية نحن راح نجيب جريكان كبير 25 لتر 30 لتر، راح نصب فيها بترول، نحاول نخفف البترول او البنزين اللي داخل تانكي البترول، لانه من زمان فيها يعني، فنحاول نزيدها حتى انه يصير اخف، يصير يعني احسن انظف، فنخفف هذا لان ما فيها بنزين، شيء بسيط. راح نصب 25 لتر ونشغلها ونشوف ايش راح يصير بعد ما نركب البلاكات. السلام عليكم. الحين راح نروح ننظف ونشوف ايش راح يصير معنا. السلام عليكم. نظفناهم بالكاغد اللي هو الصنفرة هذه، 12 بلاك خلصناهم. الحين نروح نركبهم. طبعا احنا نظفنا المكان هذا، اهم شيء هذا واللسان اللي داخل هذا الصغير، شوف شلون يلمع، بس الباقي هذا ما له شغل، هذا هني قدح النار، هني يصير الشرارة. فنظفناهم 12 بلاك، الآن نروح نركبهم. نظفناهم، هذه 6 حطيناهم حق الصوب اليمين أو صوب اليسار من صوب السايق، وهذا نظفناهم وراح نحطهم في الجهة اليسار. راح نركب بلاك بلاك ونخلص، وبعدين نحط البترول ونسوي اشتراك ونشغله. لازم نحط التيب، لازم نحط التيب على اساس انه يقضب البلاك. ندخل البلاك بس ما فكيناه ونشد عليه، حتى يوقف. راح نسوي بنفس الطريقة كلهم، نشد عليهم ونركب هذه ونشوف. يلا السلام عليكم. نبي نستعجل في الفيديو. شوف دائما البلاكات ما تحاول تركب هذه تشد فيها، اول ما تشد في اليد، لان هذا السن ناعم، اذا يركب غلط راح ياكل السن وما راح يركب معاك وتضطر تفك الراس. لازم اول شيء بيدينك خفيف عشان يفتر عادي خفيف. طبعا ركبنا 4، هذا الخامس. بعدين نشد لما نوقف خلاص. الحين راكب السن صح في الراس، ونشد مو حيل بس باليد. خلصنا ونسحب هذا. زين. الشيء الثاني، البلاك فيه الراس هذا، لما انت تدخله داخل بالقوة، يعني مثل يطيح على راسه هذا، راح يسكر عندك الفتحة الصغيرة مالت الشرارة هذه، تشوفون اللي بين هذه وبين الراس اللي داخل، تشوفه يعني ما في مسافة خفيفة. فأنت لما تركبه في هذه في المفتاح، لا تحاول تضرب حيل بالقوة، حاول شوي شوي تنزله حتى انه ما يضرب الحديد، ما ينضرب الحديد في هذا، وبعدين راح يسكر عليك. راح ننزله، شوف الطريقة هذه شوي شوي. اهم شيء في البلاكات انك تشتغل بالطريقة هذه، بعدين تشد عليه باليد شوي شوي لما ياخذ السن وخلص. طبعا خلاص ركبناه بلاكات. لما تيجي تركب البلاك اللي هو الكويل، نسمع طقه، سمعتها، ونركبه هني، بس هذا فالت، نركبهم هني في الكليبسات وخلصنا الستة. أصعب ما في الموضوع هذا الأخير، وفي واحد ثاني أصعب من هذا، فنروح نشوف ايش راح يصير. خلصنا، ركبنا البلاكات، نظفناهم، ركبنا الكويلات وخلص. باقي التشغيل ونصب البترول داخل. هذا نخلي حلقة ثانية لأن التوك توك حده 10 دقائق. السلام عليكم. نتابع